دفاع متقدم ب4-1 بهاتريك رافينيا، بلعب جميل، بخط يعني دفاع خارق اليوم كان، بروح عالية، بلامين يامال، بليفاندوسكي. اليوم برشلونة يفوز على بايرن ميونخ ويسوي عليهم شيء ما يشبه الريمونتادا، ولكن بطريقة اللاعبين. نتكلم انه ميلر كان باعث طبعا فيديو ل هانز فليك وليفاندوسكي انه ترى جايين لعندكم، وفعلا رحبوا بهم احلى ترحيب. شفنا اليوم مباراة جميلة بمعنى الكلمة، تحس روح برشلونة رجعت لهم. لعيبة برشلونة الجميل بهم يا جماعة، والحلاوة فعلا الروح. وقت يكون عندك روح لانك تعطي كل شيء عندك. لعيبة برشلونة اليوم كانوا يعني باور 150 200، يعني مسكرين كل العدادات. معاكم محمد بهاشتاج سبورت. اتمنى طبعا منكم انكم تشتركون بالقناه وتدعمونا بزر شير ولايك لانكم اصدقائي، طبعا هذا اهم شيء. طبعا نفوت على تحليل المباراه اللي بلش بها برشلونه. بصراحه بخط دفاع متقدم بشكل مو طبيعي. ما كنت متوقع انه برشلونه ممكن انه يفوت هالفوته هاي بصراحه، لانه انك تلعب ضد بايرن ميونخ هذا شيء جميل. هذا شيء يعني انت بالاساس كبرشلونه، شوف هو بأندية تحب تسيطر على أندية. وبصراحة بالفترة الماضية يعني أعتذر على الكلام، ولكن بالفترة الماضية كان بايرن ميونخ مهيمن بشكل مو طبيعي على برشلونة. اليوم أنت كبرشلونة اليوم كسرت شوكة منو؟ كسرت الشوكة هاي اللي كانت عالقة عندك، اللي هي شوكة بايرن. مشان هيك اليوم أنت قدرت بعد ما تخلص المباراة راح تفوت على شيء اسمه كلاسيكو، وانت اول شيء راسك مرفوع، ثاني شيء انت اليوم مبسوط لانه لو انه انهزم اليوم برشلونة راح يفوت على الكلاسيكو بمعنويات. انا احكي لكم اياها بمعنويات ثانية. ممكن انا اقول لك يعني ممكن الجهد اللي بذلوه امبارح لاعيبه الريال واللي بذلوه اليوم لاعيبه برشلونة، وبالاخص لاعيبه برشلونة، انه برشلونة بالذات راح عانى اكثر بصراحه، يعني لانه بذل مجهود بدني مو طبيعي. فانت راح تفوت على كلاسيكو بصراحه راح يكون عليك صعب بكل الاحوال. طبعا بالنهايه يعني نتكلم اليوم بايرن ميونخ على فكره بالطريقه اللي لعب بيها برشلونه، والله العظيم لو في جناحين، نتكلم عن جناحين صريحين يعني قويين بصراحه، يعني راح يدمرون برشلونه. لانه الخطه اللي فات بها هانز فليك يعني ما راح اقول لك هي اخطر خطه ممكن اي مدرب بالعالم يفوت بها. ليش؟ لانه هذا الخط اللي انت عم تساويه وعندك لعيبه سريعه على الاجنحه، ممكن كل هجمه ممكن تسجل عليك كل هجمه. يعني ممكن حتى كانت تنعاد سالفه الثماني مره ثانيه. اتكلم عن جد، لانه الشيء اللي شفناه من برشلونه بالتقدم الدفاعي لا مو طبيعي. طبعا انا كل مباراه لها خصوصيتها، ما اتوقع يعني وصعب كثير على هانز فليك انه يقرر ياخذ هذا القرار يفوت بالكلاسيكو بهيج مباراه حاسمه، انك تفوت بهيج لعيبه. لانه عندك رودريجو سريع، عندك فينيسيوس سريع، عندك مبابي سريع. اي نعم ما يمرون باحسن يعني باحسن شكل لريال مدريد، ولكن ما هيش يعني كدوري. بس ولكن ما هيش نتكلم عن اقوى جناحين، نتكلم عن جناحين سريعين مو طبيعيين. طبعا دفاعيا ما لا يخلى الامر بالنسبه لريال مدريد راح يكون سيء بشكل مو طبيعي. نعرف دائما ضد برشلونه دائما تكون الامور شوي معقده من ناحيه الطرفين، يعني هذا يكون زين هذا راح يكون شين، هذا يكون شين هذا راح يكون زين. معكم محمد بهاشتاج سبورت. بالنهايه هذا الراي الشخصي، يهمنا آراءكم، تكتبونا التعليقات، دعمونا، لا تنسون تشتركون بالقناة، والسلام عليكم.